شوف يا سيدي، كلمة صام في اللغة العربية يعني أمسك، امتنع. مش ضروري بس عن الأكل والشرب، أنت ممكن تقول في اللغة العربية صام عن الكلام، يعني سكت. فالفعل صام موجود في اللغة العربية بمعنى أمسك أو امتنع عنه. أما بالنسبة للسؤال الجميل اللي أنت سألته لي، هو كان في ناس بتصوم قبل المسلمين؟ طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا ده معناه إن الصيام ده موجود في الأمم السابقة على المسلمين. اليهود عندهم صيام، المسيحيين عندهم صيام، حتى أصحاب العقائد الوثنية اللي هي مش عقائد سماوية، المجوس عندهم صيام، العقائد الهندية القديمة فيها صيام، العقائد الوثنية اللي كانت موجودة في مصر فيها صيام. فالصيام ده حاجة كانت موجودة من قديم الأزل، وهي نوع من التطهر وتدريب النفس على الطاعة والزهد، وحاجات ومعاني جميلة جدا موجودة منذ أقدم العصور. وعايزين نأكد حقيقة تانية، إن المسلمين لما جاءهم التكليف بالصيام في شهر رمضان ده حصل سنة 2 هجريا. طب قبل كده كانوا بيصوموا؟ أيوة، كانوا بيصوموا 3 أيام في كل شهر زائد يوم عاشوراء. ايه يوم عاشوراء ده؟ اللي هو العاشر من شهر محرم. فكانت العرب بتصوم العاشر من شهر محرم اللي هو عاشوراء تقليدا لليهود اللي كانوا عايشين في وسطهم. ومن المحتمل ان زي ما قلنا اتباع العقائد الوثنيه واللي هم مش من اهل الكتاب كانوا بيصوموا تقليدا او محاكاه لاتباع العقائد السماويه اللي كانوا عايشين وسطهم، بدليل ان العرب زي ما بنقول في الجاهليه كانوا بيصوموا يوم عاشوراء العاشر من محرم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيصوموا من قبل الإسلام. ولذلك جاءت الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا العرب أصلا كانوا بيصوموا 36 يوم في السنة، زي ما قلنا 3 أيام في كل شهر زائد يوم عاشوراء. بعد كده جاء التكليف بصيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم. التكليف ده بقى يخلي الصيام السابق ما عادش إجباري، بقى أمر اختياري. اللي عايز يصومه كان بها، اللي مش عايز خلاص. لأن الآية حتى بتوضح: وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين. ده معناه إن الكلام مش على صيام رمضان. أما صيام رمضان له أحكام أخرى بقى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ده السياق بتاع شهر رمضان. أما اللي قبله بتاع كتب عليكم الصيام ده كان بيتكلم عن الصيام السابق اللي هو قبل صيام رمضان. زي ما بنوضح ان صيام رمضان جاء سنة 2 هجريا، جاء هذا التكليف، والتكليف ده نسخ الصيام اللي كان موجود قبل كده زي ما بنوضح.